السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل مع حضراتكم محشي الكرنب ومحشي السلق. طبعا اليوم اللي الدنيا مطرة فيه كده وبيشتي جامد يا جماعة، محتاج المحشي ده عشان يدفينا. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم. اول حاجه يا جماعه هنجيب الكرنب، هنتكلم عن الكرنب. الكرنبه لما بنجيبها كده يا جماعه بنجيبها تكون خفيفه ومش مكتومه عشان تفرط معانا ورق. اهي وروكم يا جماعه بخبط عليها هي كده. ما بتبقاش مكتومه، الخبطه بتاعتها ما بتبقاش مكتومه. بنشيل طبعا الورق الهايش بتاعها اللي هو الاخضر كتير ده ملوش لازمه، ونبدا ان احنا نقور منطقه الراس كده، ونجيب كل اللي في قلب الكرنبه كده يا جماعه. شوفوا الورق كده مفرغ عن بعضه كده، بسم الله ما شاء الله. دي اللي يفرط معانا ورق كتير، انما المكتومه يا جماعه اللي خبطتها مكتومه دي ما بتبقى مشبطه في بعضها وما بتعملش ورق كتير. هنجيب كميه الميه بتاعتنا يا جماعه في حله، هندي عليها البوتاجاز، وبعدين نحط معلقه صغيره من بتاعه التوابل كمون. طبعا الكمون عشان عارفين ان هو بيضيع الريحه بتاعه الكرنب، وطبعا بيبقى صحي برضه. اول ما الميه تبدا تزمت معانا كده يا حبايبي، هنجيب الكرومبه بتاعتنا وننزل على العروق، مش على الورق. مش على الورق اللي انا بحط ايدي عليه ده يا جماعه، لا على العروق. طبعا انا بقول لحبايبي الصغيرين المبتدئين في المطبخ، اما حبايبي الكبار عارفين الكلام ده وكلنا بنتعلم من بعض يعني. العروق كده يا جماعه ما بدات ان سبتها شويه بدات انها تطرى معايا. طبعا الكرومبه بسم الله ما شاء الله كانت حجمها كبير على الحله، فبدات ان شوفوا يا جماعة بجيب مية كده واحطها في قلبها. هبدأ اناني اشيل ورق عشان اقلل حجم الكرنبة في الحلة عشان اعرف اسلقها. طبعا يا جماعة الورق اللي انا بشيله ده ما اتسلقش، بس انا قلت اما اخفه في حاجة جنب مني كده علشان ايه اعرف اسلق بقية الكرنبة واتملكها يعني وتتسلق ايه سلق مظبوط. اهو كل ورق كانت بتطلع مني. حطيت يا حبايب قلبي قيمة 4 معالق صغيرين من بتوع التوابل الملح، ما يعادل معلقة كبيرة من بتاعة الأكل. وحطيت الدور الأولاني هوت. هنبدأ بقى إن احنا نسلق. طبعا احنا مش عايزينه يبقى مهري. اه بنتك عليه بصوابعنا كده يا جماعة، بنحس إن هو انقطع يعني كده ايه استوى معانا. هنبدأ إن احنا نشيل الورق ده ونفرده على الصينية، عشان لو سيبناه على بعضه كوم كده هينهري من السخونية على بعضه. احنا هنحط دور في الحلة عشان نبقى شغالين هنا وهنا، ونبدأ ان احنا نفرد الورق بتاعنا ده على الصينية علشان يتهوى من البخار اللي فيه عشان ما ينهرش على بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الورق اهو يا جماعة اللي انا كنت شيلته من الكرنبة، ببدأ ان انا بقى اجيبه اهو. هو ما كانش انسلق ده، يا دوبك انا كنت بخف عشان كان حجم الكرنبة بسم الله ما شاء الله كانت كبيرة على الحل. كده يا جماعة خلاص خلصنا. هنبدأ بقى ايه ان احنا نوضب الورق بتاعنا. طبعا بنوضبه كده عشان يخفف علينا ويبقوا ما ياخدش وقت مننا واحنا بنحشي. بنوضبه كده، بنقطع العرق وبعدين بنلف. هوريكم ورقة تانية يا جماعة. بنقطع العرق كده وبعدين بنلف الورقة على جوه زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين نقطعه حجم الصابع زي ما بتحبيه، كبير او عايزاه صغير وسط اللي انت عايزاه. قطعنا الكمية كلها يا حبايب قلبي. هنبدأ ان احنا نوضب بقى الورق بتاعنا، نرص على بعضه كده ونجهزه على قد حجم الصابع. طبعا التجهيزات اللي بنعملها دي يا حبايبي كلها بتساعدنا ان احنا ما ناخدش وقت كتير في عمايل المحشي وما نزهقش منه يعني ولا نمل، فبتبقى ايه بنسهل على نفسنا يعني. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنوضب برضو يا جماعة، نقطع الورق بتاعنا كده اهو بنفس الطريقة ديت. خلصنا برضو الكمية مع بعض اهوت. طبعا يا جماعة انا مش عايزة اطول وقت الفيديو عليكم عشان ما تزهقوش وتملوا مني. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم كده وما تزهقوش. بعد ما وضبنا الورق كده يا حبايب قلبي كده جاهز على ان احنا نحشي على طول. طبعا هنعمل التسبيكة دلوقتي. هنجيب الوج بتاعنا، هنحط فيه قيمة معلقتين او 3 زيت، وننزل بكم مكعب زبدة كده.
عشان نعمل التسبيكة الجميلة بتاعتنا. هيا يا حبايبي، هنستنى لما السمنة مع الزيت يسيلوا مع بعض كده، ونشوف هنعمل ايه. بتوحشوني يا حبايبي، بقالي كام يوم ما عملتش معاكم فيديو، بس قلت النهارده بقى في يوم زي النهارده كده بقى في الشتاء اللي احنا عايشينه ده، قلنا نعمل محشي بقى ندفي نفسنا. وطبعا الاكلات الشتويه المعروفه يعني. معانا يا حبايب قلبي، بعد ما السمنه سالت معانا كده، معانا بصلتين اتنين كبار قطعناهم قطع كده. هنبدا ان احنا نقلب في البصل كده لما يدبل معانا. في مقطع انحذف من هنا يا جماعه، انا كنت حطيت طبعا اول ما بننزل بالبصل بنحط قيمه نص معلقه صغيره ملح. الملح ده بنحطه ليه؟ عشان البصله تدبل معانا بسرعه وما تغيبش معانا. كده دبلت معانا يا جماعه، وكانت بدات تاخد صفار خفيف كده. هننزل بمعلقه توم مفروم من المتفرز عندنا في الفريزر. التوم في التسبيكه بيخليها حاجه تانية. هنقلب برضو كده لما نحس ان فص التوم كده اصفر، خد صفار خفيف ذهبي خفيف كده، وبدأ ان هو ريحته تغير منه. معانا فلفل الوان هننزل بيه، اذا كانش فيه فلفل الوان حط فلفل اخضر. الفلفل في التسبيكه بيخليها حلوه، بيديها تست تاني. ما نستغناش عن مرحله الفلفل دي يا جماعه، تخلي التسبيكه بتاعه المحشي جباره بصراحه. هنقلب كده بقى لما المكونات بتاعتنا تدبل. معانا كمون، معانا قرفة، جنزبيل، فلفل، سكر، شوربة دجاج، وشطة اختياري يا جماعة، وشوية ملح. طبعا نراعي يا جماعة ان احنا ما بنحط ملح في كل مرحلة كده، ما بنكترش، لحد ما نظبط اكلنا وقت ما نيجي نقلب الخلطة بتاعتنا. واحدة شوربة دجاج اختياري للي حاببها، واللي مش عايزها يستغنى عنها. احنا بنستعملها يا جماعة بس ما بنكترش منها. نبدأ ندي تشويحة كده للتوابل بتاعتنا عشان تتحمص مع الخلطة بتاعتنا كده. مش هنكتر عليه، قيمة بالظبط دقيقة بس مش اكتر من كده. انها ايه تبدأ ريحتها تطلع معانا برضو كده، وتبقى اتحمصت مع الحاجة. معانا كيلو طماطم ضربينه في الخلاط. نبدأ ننزل بالطماطم بتاعتنا، ونقلب التسبيكة الجميلة بتاعتنا دي بقى، ونسيبها إيه تتسبك كده وتبقى حلوة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. هنغطي عليها بقى يا حبايبي ونسيبها كده يا جماعة. بعد ما عدى وقت بسم الله ما شاء الله، كانت اتسبكت وكانت تقلت معانا اهيت ونطرت الإيدام بتاعها على الوش اهو، الزبدة والزيت اللي كان فيها، وكانت تقلت معانا اهي بسم الله ما شاء الله. وروكوا اهو ان هي كانت نطرت السمنة بتاعتها فوق، ده دليل ان هي اتسبكت معانا وبقت حلوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في المرحلة دي يا حبايبي كنا جبنا الرز بتاعنا وكنا غسلناه وحطيناه يتصفى. هننزل بكمية الرز بتاعتنا، الرز المصري العادي، ونبدأ ان احنا نقلب. طبعا يا جماعة انا كنت طفيت البوتاجاز، انا طفيت البوتاجاز في المرحلة ديت وكنت بخلط بقى الرز. احنا بنقلب بالمعلقة كده يا جماعة لان الخلطة كانت يا دوبك كنت طافية البوتاجاز، لكن احنا لازم هنقلب الخلطة بايدينا. لازم خلطة المحشي تتقلب بالايدين يا جماعة عشان يبقى لونها موحد وتبقى حمرا معانا وتبقى حلو. معانا خضار المحشي طبعا يا جماعة، ربط الكزبرة، ربطة شبت، ربط البقدونس. طبعا بننضفهم ونغسلهم، ننقعهم ونغسلهم غسيل جيد تحت الحنفية ونصفيهم، ده احنا عارفينه يعني. وخلطنا دلوقتي الخلطة بتاعتنا بالخضار. هنبدأ في المرحلة دي نحشي. في المرحلة دي يا جماعة المحشي ما بياخدش معانا أي وقت. الحلة بتاعتنا يا جماعة العروق اللي بتبقى بيضة اللي احنا بنبقى شلناها من الورق بنخرطها كده ونفرشها في أرضية الحلة عشان اهي، عشان تحمي الطبقة التحتانية يا جماعة. اه وطبعا احنا هنبقى برضو واخدين بالنا من الولعة وكده يعني. هن هن هنحشي الورق بتاعنا بقى يا حبايبي واحنا معاكم كده. طبعا انا ما كنتش بحشي لوحدي،
بنتي كانت بتحشي معايا عشان ايه ايد على ايد بتساعد كده. لما كنت بفصل الكاميرا كانت هي بتخلص معايا يعني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. انا كده يا جماعه هحشي معاكم كام ورقه كده، وبعدين ايه عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم اخلص مع نفسي كده وارجع لكم تاني. اه. استغفرك ربي واتوب اليك. خلص الكميه مع حضراتكم اهو ونرجع تاني. طبعا يا جماعه كنا خلصنا محشي الكرنب، دلوقتي معانا ورق سلق. السلق ده يا جماعه في المحشي بيبقى روعه روعه روعه. بنجيب ربط السلق كده نغسلها ونجيب العيدان كده نقطع العود زي ما حضراتكم شايفين. الورقة بس اللي احنا بنعملها بنشيل العود علشان بنقطف كده الورقة من العود علشان الورقة هي اللي هتنحشي زي ما حضراتكم كده شايفين يا جماعة. طبعا احنا بنسلقه بالظبط زي سلق ورق العنب. نحط المية لما تزمت معانا ونحط معلقة زيت ومعلقة ملح ونبدأ ان احنا نسلقه. مش في مية مغلية قوي يا جماعة بحيث ان هو ما ينهرش معانا، يا دوبك تبقى المية زمت اهو يا حبايبي. هنروح بقى نسلقه بعد ما قطفناه الورقة كده من العود اهو يا جماعة. كنا سلقناه بالظبط زي ورق العنب، فانا مش عايزة اطول عليكم الوقت بصراحة. هنبدأ بقى ان احنا ايه نحشي الورقة كده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ورق السلق ده يا جماعة في المحشي بيبقى زبده، بيبقى جميل جدا. طبعا اللي عارفه هيعرف ان كلامي مظبوط، واللي ما جربوش يا جماعة يجربوا بصراحة. والله بيبقى جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بوريهولكوا يا جماعة ان انا بدمكوا قوي، يعني مش هينفك. لازم ندمك الصبح كده بحيث ان المحشي بتاعنا هو بيغلي في الحلة وقت ما يكون بيستوي الصوابع ما تنفكش وتتعجن على بعضها وتطرد الرز منها. لا بندمكه في بعضه كده ونجمده بحيث ان هو ما ينفكش وقت الغليان. كده يا حبايبي بقى كنت ايه عملت معاكم صابعين كده وقفلت الكاميرا. خلصنا الكمية مع بعض اهو. كان باقي شوية رز بقى، طبعا خسارة ان احنا نرموهم حرام، دي نعمة. جبت ايه 3 قرون فلفل رومي كده وحشيتهم بشوية الرز اللي كانوا باقيين. قلنا نحطهم برضو ايه على وش الحلة كده هيدوا ريحة حلوة برضو للمحشي بتاعنا. ورحنا بقى ان احنا نسوي المحشي يا جماعة. حطيناه على البوتاجاز كده، كنا هنسقيه بقى الشوربة. الشوربة بتاعتنا كانت بتغلي يا حبايبي. بدأنا ان احنا نسقي المحشي كده الشوربة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بدأت الشوربة تبان معانا هي يا جماعة. مش كده من الحاجة اللي احنا نعملها ومهمة ان احنا نهز الحل بحيث ان الشوربة تنزل للطبقات التحتانية في الحلة وتسويه. ما يبقاش المحشي بتاعنا يا بنات، البنات الصغيرين المبتدئين في المطبخ، لازم من اننا نهز الحلة كده بحيث ان الشوربة تنزل للطبقات التحتانية اللي في الحلة في أرضية الحلة وتستوي. ما يبقاش المحشي مستوي معانا من فوق وني معانا من تحت اهو يا جماعة. ونراعي ان الصبع كده يكون باين معانا، ما يبقاش الشوربة مغطياه عشان ما يبقاش معجن كده، بيبقى مظبوط ويبقى ايه مفلفل معاكي كده. الرز مفلفل في الصبع مفلفل كده وبيبقى جميل وبيبقى مظبوط. ده كان عدى وقت يا جماعة. كان الشوربة بتاعته هو كان بيشرب لسه في الشوربة اهو يا حبايبي. سيبناه بقى يكمل سواه. غطينا عليه بقى يكمل سوا يا حبايبي. كده كان طبعا كمل سوا. كنا بنستعجل عشان كان ايه المغرب قرب يأذن يا جماعة. فغرفنا المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شو الصبع يا جماعة جميل وريحته روعة. ودي المحشي بتاع السلق. اتفضلوا معانا يا حبايبي.
كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وارزقنا الطاعات في شهر رجب وشعبان، اللهم امين يا رب العالمين. ده الاكل بتاعنا يا جماعة النهاردة، اتفضلوا معانا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.